السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم من جديد في القناة المتنوعة أم فردوس، لي القناة ديالكم وكتكبر بكم، وكنشكركم بزاف على اللايكات ديالكم والاشتراك في القناة والاهتمام بها، وحتى الاخوات اللي كيدخلوا غير كيتفرجوا بلا ما يعملوا لا لايك لا اشتراك، حتى هما مرحبا بهم والف مرحبا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا البسكوي الشهير اللي سهل وفي متناول الجميع، وكاع المكونات راه متواجدين عندك في البيت، غير نوضي وتوكلي على الله وجدي لوليداتك ان شاء الله باش يبقاو يدو معاهم الكوتي للمدرسه. هذه هي الفرصه. بالنسبه لنا المكونات، بسم الله على بركه الله، عندنا واحد 100 غرام ديال الزبده النباتيه، واحد 2 بيضات، كاس مملوء ديال سنيده اللي كيوزن لينا ديال 100 غرام، واحد نص خماره حمراء من الوزن ديال 4 غرام، واحد الفانيا، و80 غرام من كاوكاو مطحون بقشورو، يعني مطحون محلوك مزيان، وعندنا البوافو اللي هو الخشخاش، يعني واحد 2 معالق كبار، والدقيق حسب الخليط من 250 غرام حتى ل 300 غرام. بالنسبه للطريقه، خدينا واحد القصريه وضعنا فيها الزبده، دائما حنا كنخدموا بالزبده على درجه حراره المطبخ اللي كتكون عندنا لينه، ضفنا عليها السكر حبيبات اللي هي سنيده، وواحد الفانيا، نخدموهم مزيان على هذا الشكل حتى كتدخل لينا سنيده في ديك الزبده. من بعد ان شاء الله غنوضعوا عليهم واحد 2 بيضات حتى هما كذلك بدرجه حراره المطبخ. يعني الا كان عندك البيض وباغا توجدي هذا البسكويت ولا اي صابلي عندك دائما، ولا الكيكات دائما، بقاي جبدي اختي البيض على واحد المهله، مثلا واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق، غير كتحيد لينا منه ديك البروده، ومن بعد خدمي به عادي. من بعد ما دخلينا كذلك البيض، تحصلنا على هاد الكريمه، ضفنا عليها كاوكاو اللي سبق ليا وقلت لكم باننا راه طحناه مزيان لينا حتى تحصلنا على بودر بالقشور ديالو. وبالنسبه للاخوات اللي ما كيحبوش القشور ديالو يحاولوا يستغنوا على القشور، وحنا هنا راه كنطحنوه وهو خضر. ضفنا كذلك البوافو اللي هو الخشخاش، يعني راه متواجد عند العطار، وواحد 4 غرام من الخميره الكيماويه اللي هي خميره حمراء. من بعد بدينا كنضيفوا الدقيق على دفعات متتاليه، وحنا كنجمعوا العجين. من بعد ما غنجمعوا العجين غنتحصلوا على واحد العجين على هذا الشكل اللي كتكون عندنا لينه، وفي نفس الوقت يعني شوفوا كيفاش كتجي رطبه. حنا راه كنجمعوا دائما الصابليات غير باطراف الاصابع، حاولوا ما تعجنوش العجين. من بعد هنا خدينا النصف ديال الكميه اللي عندنا، حاولنا نسرحوها بين 2 بلاستيكات على هذا الشكل، دائما الاستعانه بالبلاستيكه باش كتسهل عليكم المأموريه من بعد ما تبغوا تهزوا الصابلي ديالكم وتوضعوه في اللاطه، بدل انكم تسرحوه فوق الطاوله مباشره، يعني راه كيهذبكم في الخدمه. من بعد غنحاولوا نسرحوا على هذا الشكل، غنوريكم ان شاء الله السمك ديالو اللي كنتحصلوا عليه، يعني مثل الصابلي. كتعرفوا بان الصابلي ضروري خصو يكون رقيق، ما تخلوش العجين تكون غليظه. من بعد هذا هو السمك ديالو اللي تحصلنا عليه. من بعد هنا غندوزو العمليه ديال التشكيل ديالو على هذا الشكل. خدينا واحد القطاعه على شكل دائري، ما عندكش القطاعه استعني غير بالكاس ديال الشاي قطعي به. وهنا كذلك قطعت بهذه القطاعه اللي كيكونوا متواجدين في العجينه ديال الدراسه. انا خديت العجين لبنتي في الدخول المدرسي، ولقيت فيه هاد الطباعات، يعني كاينين اشكال بزاف، وعجبتني هاد الطباعه وبديت حتى هي كنطبع بها. من بعد خديت كذلك هاد البوق ديال جايب الحلواني باش كنوجدوا الكريمات، طبعت به. بالنسبه للاخوات اللي ما غاديش يكون عندهم هاد يعني ديال جايب الحلواني، يمكن لي يعمل غير الغطايه ديال الزيت حتى هي، يعني بنادم دائما يبقى يكمل من راسو، ماشي بالضروره تعملوا هادشي اللي عملت انايا. هنا راه عملت عوينات به، عملت كذلك على شكل الفم
يعني شكلهم كيف بغيتو. كتعرفوا بان الاطفال عزيز عليهم بحال هاد الاشكال، يعني راه كيحبوهم، داكشي علاش حتى هما راه كيحبوا تا بانهم ياكلوا هاد الصابليات. وصراحه هاد الصابلي واخا كاع ما تعملي فيه هاد الاشكال يعني تزينيه، عمليه غير دائري عادي بدون تزيين، ومن بعد غادي تلصقي كل جوج. صراحه راه كيجي زوين في المذاق وكيذوب في الفم، غير صدقوني وجربوه، راه ما بقيتوش غادي تستغناو عليه نهائيا، ودائما غادي يبقى ينفعكم في الدخول المدرسي. وكذلك حتى الا جاو عندكم الضيوف ديال الغفله راه صراحه دغيا كيوجد. راه حتى الا كانوا عندكم الضيوف في المنزل وما عندكم ما تحطوا ليهم. بالنسبه لدواز اتاي عملوا هذا البسكوي، راه صراحه راه منقذ بزاف، راه كينقذ المواقف. من بعد غادي نشكلوهم على هذا الشكل، غنستمروا على هذا الشكل حتى كنساليو. بالنسبه للاخوات اللي ما غاديش يكون عندهم هاد الجيب الحلواني باش يزينوا، عطيتكم اقتراح اخر اللي هو هذا، غناخذوا داك الكيغدون اللي هما العواد ديال السنان. الا ما عندك خدي هاد العواد ديال اللودنين، حيد قطعي واحد الجهه بالمقص، حيدي منها القطن، ومن بعد حاولي تشكلي بها هاد الثقوب. من بعد ما سالينا كامل الكميه اللي عندنا، انا هنا راه عملت جوج اشكال ديال البسكوي من نفس العجين، يعني جوج اشكال مختلفه. انا عملت الشكل اللي كيكونوا عندنا فيها الثقوب، والشكل اللي كيكون عادي على حسب التلصاق، وكذلك هاد الشكل الثاني. من بعد دخلنا صفيحه الفرن كيطيبوا عادي مثل الصابلي. من بعد كنخرجوا الصابلي ديالنا كنخليوه حتى كيبرد، كناخذوا هاد الشوكولاته ديال الدان نعملوها في حمام مريم او باماغي، يعني غير كيذوب معنا شويه الشكلاط باش كيسهل عليكم المأموريه ديال التلصاق ديالو. من بعد غادي نبداو ان شاء الله نلصقو على هذا الشكل. هانتوما كتشوفوا كيف ولا عندنا الشوكولاته راه ولات دائبه شكل الماء. من بعد غادي نلصقوهم على هذا الشكل. شوفوا راه الشوكولاته كتخرج لنا في دوك العوينات، كيجينا بحال الشكل ديال العوينات. شوفوا ما شاء الله صراحه راه كيجي زوين هذا الصابلي. غير حاولوا تجربوه وحاولوا تشاركوه في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومع جميع الاحباب اللي عندكم تواجدين، باش ان شاء الله تعم الفائده والكل ان شاء الله يعرف كيفاش يحضر هذا البسكوي الشهير، اللي صراحه اي وحده جربته راه ما بقاش غادي تستغنى عليه نهائيا. وحتى الوليدات الصغار من بعد ما غادي يذوقوه صدقوني راه ما بقاوش غادي يستغناو عليه نهائيا. وبالنسبه لواحد الملاحظه، الاخوات اللي ما كيعجبهمش كاوكاو يحاولوا يعوضوه باللوز. انا صراحه هنا علاش عملت كاوكاو، اللوغو ديال كاوكاو مع هذا البوافون مع كذلك النكهه ديال الفانيلا عطى واحد اللوغو اللي هو رائع بزاف. وهاد الصابلي راه كيتشم من الراس ديال الدرب، واي وحده ذاقتو عندكم سواء من الناس الكبار ولا الصغار يعني راه ما غادي يخرج من عندكم والا وداو المقادير ديالو. نتمنى ان شاء الله الاخوات يعجبكم الاقتراح ديال اليوم، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم اللي كيزيدوا يحفزوني لقدام وكيشجعوني بان القناه تزيد تستمر. وما تنساوش اي وحده جرباتو تخلي لي تعليق باش الاخوات تا هما يزعموا ويجربوا. راه الاكثريه ديال الاخوات كيجربوا الوصفات ديالي، وكاين اللي كيحط تعليق، كاين اللي ما كيعلقش نهائيا. علاش ما تعلقوا الاخوات باش تا الاخوات الاخرين ان شاء الله اللي كيدخلوا عندي اول خطره حتى هما يزعموا ويتشجعوا ويجربوا الوصفات. يعني انا راه كنعطيكم كامل الوصفات اللي كيكونوا اقتصاديين وفي نفس الوقت كيكونوا محبين للكبار والصغار وكيكونوا في متناول الجميع. وما تنساوش اللايكات ديالكم والاشتراك في القناه اللي ما مشاركش فيها، وحاولوا تشاركوهم مع الاحباب والاصدقاء.